بعد مشكلة سكراتش بأيام ذهبت المجموعة إلى المدرسة، لكن فجأة ظهرت مجسات غريبة أغلقت كل الأبواب. خرج الأستاذ لكي يتأكد من الوضع، لكنه لم يرجع. ذهب ورود وبرتقالية تفرقا وذهبا إلى غرفتين، أحدهما ذهب إلى الأروقة والثاني ذهب إلى المكتبة. برتقالية ذهبت إلى المكتبة، لكن فجأة رأت ظلا. ظنت بأنه أحد الأشخاص. ذهبت نحو الظل، لكن فجأة الظل هجم عليها وشطرها نصفين وماتت. أما ورود ذهب إلى الأروقة مستغربا. فجأة سمع صوتا غريبا. قرر هدوء أن يستخدم مهارته الدفاعية الأشواك السامة، لكنها لم تفلح. هجم عليه الظل وقطع رأسه وأخذ رأسه. أما ياسمين وهدوء، لاحظ هدوء سيفا خشبيا. أخذ السيف الخشبي لكي يدافع به عن ياسمين. ذهب ياسمين وهدوء إلى الأروقة، لكن فجأة يرون صخر. يبتسمون يفرحون، لكن فجأة الصخر يتحول إلى كائن مرعب، ويتضح بأن الصخر أصيب بالطفيلي، لكنه سيطر على الطفيلي وهو واع جدا، وهو من تسبب بإغلاق المدرسة باستخدام مجساته. تقول ياسمين: لماذا فعلت هذا يا صخر؟ يقول صخر ببرود: لا يتكلم، فقط يهجم على هدوء وياسمين. هدوء وياسمين يهربان، لكن فجأة يكتشف هدوء بأن هذا سيف حقيقي. يزيل هدوء. أخرج هدوء الخشبة الطويلة التي تغطي السيف لكي تحمي الشخص. أخرجها لكي يدافع هدوء به عن نفسه وعن ياسمين، لكن الوحش جر بكل سرعته. الوحش هو صخر، تعرفون هذا؟ نعم تعرفون. لكن الوحش عن طريق الخطأ ثقب معدته بسبب السيف. مات الصخر. خرجت مادة غريبة من جسد صخر وذهبت إلى هدوء. هي القصة بنهاية غامضة لمصير هدوء وياسمين.